إقبال كبير من جماهير الأهلي على شراء تذاكر مباراة العودة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بعد طرحها على الموقع الرسمي لشركة تذكرتي بأسعار تتراوح من 100 جنيه إلى 1000 جنيه. ونفاذ التذاكر بعد طرحها بدقائق لأكثر من 60,000 تذكرة يضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين لإسعاد الجمهور. الكابتن محمود الخطيب يشيد بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي في مواجهة صن داونز ويطالبهم بإغلاق الصفحة سريعا والتركيز في مباراة العودة التي تكون أصعب وتحتاج إلى مجهود أكبر لضمان العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا. بي إن سبورتس القطرية تؤكد تعيين عصام الشوالي معلقا على مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. مارسيل كولر يفاجئ الجميع ويمنح اللاعبين راحة إضافية اليوم للتخلص تماما من حالة الإجهاد قبل بدء الاستعداد لمواجهة صن داونز غدا. طبيب الأهلي يطمئن كولر على ياسر إبراهيم ويؤكد جاهزية اللاعب لمباراة العودة أمام صن داونز بعد شكوى من إجهاد شديد بعد مباراة الذهاب أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا. إمام عاشور ينفي لكل المقربين على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تلقي عروض ضخمة من أندية الدوري السعودي ويؤكد بقائه مع الفريق الفترة القادمة. محمد مجدي قفشه يرفض الاستعجال والموافقة على أي عروض خارجية على أمل أن يتغير موقفه مع الأهلي ويعود للمشاركة الفترة القادمة. محمد عبد الله لاعب الأهلي الشاب يأمل أن يواصل تألقه مع منتخب الشباب في بطولة كأس الأمم التي ستقام في الأيام القادمة في ظل متابعة أكثر من نادي أوروبي للبطولة. شركة الكرة بالأهلي تنتهي من تجهيز عقد إعلان كبير لمحمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم تمهيدا لإنهاء الملف تجديد الثلاثي مع الفريق الفترة القادمة. كولر يدرس البدء بجراديشار أساسيا في مباراة العودة أمام صن داونز رغم تخلص وسام أبو علي من الإصابة بسبب تألق جراديشار في مباراة الذهاب أمام صن داونز. نادي بيراميدز يكتسب احترام الجميع بعد تقديمه مباراة كبيرة أمام أورلاندو في جنوب أفريقيا وتهديد مرمى الفريق الجنوب أفريقي بأكثر من فرصة محققة وإلغاء الفار له هدفين بداية التسلل. وسط جدل كبير بسبب الهدف الأول الذي أكد جميعا أن الحكم أخطأ في قراره. نادي الزمالك يدرس ايقاف المفاوضات مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وحسام عمجيد بسبب مطالبهم الماليه المبالغ فيها وانباء تؤكد مطالبه عبد الله السعيد ب 40 مليون جنيه للتجديد مع الزمالك موسم رغم وصوله لسن ال 40 سنه. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.